ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. اهلا بكم في قناة ام بوسي. النهاردة بقى هنعمل ايه؟ صينية بطاطس بفرخة حلوة مبقلظة كده. دي البطاطس اللي كنا جايبينها في التسويقة، مشتريات السوق اللي فات. البطاطس دي 4 كيلو، دولا 4 كيلو. انا بحب البطاطس الصغيره اعملها صينيه. ليه؟ باجي اقطعها دواير كده، بتبقى الدايره صغيره، بدل ما تجيبي الكبيره تقعدي تفلقيها مثلا 4 تربع او نصين. لا، الصغيره بتبقى احلى، بتبقى ايه، طالعه صغيره كده محندقه وحلوه. دولا اللهم صل على النبي، دولا 4 كيلو. الفاشلة تتفرج عليا وتتعلم، اما الشاطرة تتفرج بقى وهي ساكتة. ويلا بينا على المطبخ نعمل احلى صينية بطاطس من ايد ام بوسي. انا بفرجكم بقول لكم ان هي مع انها مش صغيرة برضك، يعني كده وكبيرة. يعني انا منقية الصغننة بس كده كبيرة برضك. في بتبقى اصغر من كده تقشريها، بتبقى الدايرة بتبقى حلوة كده في الصينية. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. يلا بينا بقى عشان نقشرها. ايه الفكرة بقى يا ام بوسي ان انت بتقشريها بالسكينة؟ انا ما بحبش المقشرة. ليه بقى؟ المقشرة باجي اقشر بيها، بتاكل نص القشر، بتطلع نص البطاطاية في القشر. اما السكينة انا بطلع القشرة رقيقة كده. ما احنا مش هنهدر البطاطس في قلب المقشرة. اما كده البطاطاية يا دوبك ايه، انا بقشر القشرة خفيفة خالص. انا ما بحبش تقشير المقشرة في البطاطس. كده قشرناها. نبتدي بقى نقطعها ايه، دواير بقى كده. خلي الدايرة برضك سمكها حلو تخين، عشان ما تستوي يبقى فيها لحم كده وتبقى مبقلظة و... وما تتهريش منك. يعني خلي سمك حتة البطاطسية اللي تقطعيها، خلي سمكها برضك ايه، تخين شوية كده. اللهم صل على النبي. البطاطس دي طلعت تحفة، وفي التحمير مش اللي بتتحرق كده، المحلونة. المحلونة دي بتطلع تحس صابع البطاطس مسخسخ كده، مش 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 ناشف كده ومقرمش. البطاطس دي طالعة حلوة، الصابع مقرمش كده وحلوة قوي في القلي. دي اللي انا كنت جايباها في مشتريات السوق. اول تسويقه طلعت بقى في القناه عندي. بسم الله ما شاء الله. كنت جايبه 15 كيلو، كل 3 وزنات، كل وزنه 5 كيلو. كانوا عاملين يومها 75 جنيه، كل وزنه ب25 جنيه. كنت جايبه 15 كيلو. دول 4 كيلو بطاطس، دول اخر حاجه في البطاطس هنا. بسم الله ما شاء الله. يعني بقينا نقلي منها، العيال كل شويه بيقزقزوها زي اللب كده، بيحبوا ياكلوها زي اللب كده. كده قطعناها كلها وطالعه بسم الله ما شاء الله بيضه، ولا فيها بطاطسيه مسوسه ولا بطاطسيه بايظه. يعني كانت بطاطس زي العسل. دي اواخر البطاطس عندي، دول اخر حاجه عندي. حشتهم بقى، قلت اما اعملهم صينيه بطاطس. نيجي بقى للفرخه المبقلظه الحلوه دي. اللهم صل على النبي. تحت جناحاتها مش مزرقه، وبوريكم ان هي تحت جناحاتها مش مزرقه ونضيفه وبيضه. الفراخ هنا انا بجيبها من واحده جنبنا هنا اسمها ام مصطفى. على طول انا ما بنزلش انا اجيبها منها، بتصل بيها اقول لها يا ام مصطفى نقي لي اكبر فرخه عندك،
طلعت 3 كيلو بقى، عدت 3 كيلو، 3 الا ربع. هي بتنقلها اكبر حاجه عندها زي ما يطلع. انا ما بحبش الا الفرخه تكون كبيره. كده حطينا عليها شويه دقيق وهنعصر عليها ليمونه. دي السكينه اللي كانت مقطعه صوابعي. انا مش عويله والله وبعرف امسك السكاكين، بس السكينه دي كانت جديده حاميه، يعني ما بلحقش كده بلاقيها هوب اصطادت صوابعي. كده حطينا دقيق وليمون، وان شاء الله نحط خل كمان. ده الخل السايب اللي قلت لكم انا بجيبه من السرجه. الاتنين كانوا ب10، بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. يعني بيبقوا حلوين وبيقعدوا عندي كتير. بعمل منهم حاجات وكشري مصري، ان شاء الله نعمل الكشري المصري مع بعض برضه، بعمله تحفه. نغسل بقى الفرخه من جوه. اتفرجي الفاشله العويله في المطبخ، اتفرجي واتعلمي. الشطوره بقى تتفرج عليا وهي ساكته. وانت بتتفرجي كده ما تنسيش بقى اللايك بتاع ام بوسي، عشان القناه ان شاء الله تكبر بيكوا كده. اللهم صل على النبي. الفرخه دي تقريبا كانت عامله 180 جنيه تقريبا. دي 3 الا حاجات بسيطه، 3 كيلو الا حاجات بسيطه. كده بقى هسيبها منقوعه بقى ساعتين. إيه نسيبها منقوعه ساعتين بقى في الملح والليمون والخل والدقيق. انا بيني وما بينكم قطعتها 4 ارباع. ليه؟ انا كده كده هقطعها في صينيه البطاطس، فقلت اما اقطعها تتنقع تطلع دمها وتتنقع كده وهي متقطعه احسن ما تكون مصححه. كده بتتنقع احسن. دي الرقبه دي حته السمين اللي في الزور دي بتنزل بهاريس جامده، بتبقى مليانه سمين كده بتبقى حلوه. ده الجناح بقى، دي الجناحين. بسم الله ما شاء الله، يعني بيض وحلوين كده. في فرخه ساعات مثلا حد يجي يمسكها من جناحاتها كده تزرق. ببقى قرفانه من الجناح ساعتها. اما الجناح كده ابيض. دي الرجلين بقى، الرجلين يا جماعه ميدو ادهم مسكوا في بعض، كل واحد عايز رجل. طب فين رجلي يا جماعه؟ مفيش رجل ليا. قلت لهم خدوه الرجلين يا جماعه، محدش يرميها. الرجلين اليومين دول غاليه، وصلت ل40 جنيه و50 جنيه على ما بسمع يعني. هم اصلا ولادي بيحبوا الرجلين والكبد والقوانص. انا بقى كبدة الفرخه دي وقنصتها. انا كل ما بجيب فرخه بحوش الكبده والقناصه بتاعتها. ان شاء الله نعمل معاكم اكله برضك كبد وقوانص. دي تحويشتي انا. كده خليناها قشطه هي. اللهم صل على النبي. دول 4 كيلو بطاطس. جيت انا كل ما اجي اعمل البطاطس دي انا تملي بعمل يعني ايه الكميه دي. يعني مش اول مره، انا بحب اعمل الاكل بزياده. ببعت اخد ده اسمه حقي، صينيه. دي باخدها من ماما، دي بتاعت امي اصلا. يعني كل ما اجي اعمل بطاطس باخدها منها او بسيبها عندي هنا يعني. ما عنديش صواني يعني ايه، ان شاء الله انزل اجيب صينيتين. صواني تاخد كميه البطاطس دي بالفرخ. يعني 4 كيلو بطاطس وفرخه، بسم الله ما شاء الله. عايزه صينيه واسعه. دي بقى فلفل اسود وشطه وبابريكا و4 فصوص توم مهروسين و4 مرقه دجاج وملح وبصلتين صغيرين. انا ما بحبش فيها البصل كتير قوي. البابريكا دي بقى بحطها ليه؟ لو الطماطم بتاعتك صفرة، البابريكا دي بتطلع لك الاكل بسم الله ما شاء الله احمر يفتح النفس كده. البابريكا دي اصلا شطه فلفل احمر. في ناس بيحبوا يحطوا على البطاطس دي قرن شطه، بيحطوا قرن شطه اخضر في قلبها كده. انا ما بحبش ريحته في البطاطس. انا بحب التوابل بتاعتي يعني حاجه بسيطه كده. في توابل طالعه بقى
السبع بهارات، ولا انا بحب الفلفل اسود، يعني البهارات البسيطه بتاعت امي اللي علمتنا ان احنا نطبخ بيها بتاعت زمان. كده بقى نمسك كل ربع لوحده، والتتبيله اللي انا حطيتها، البهارات اللي انا حطيتها بالبصل، احشي بيها اللي من تحت الجلد كده بتاعت اللي وراك. وده الصدر بقى. الصدر ده كان حتة الجلد اللي عليها اتشالت. هنتبله برضك شغال برضك. بسم الله ما شاء الله، صينية البطاطس دي كانت عسل. بسم الله ما شاء الله، كانت جميلة. انا مسجلة الفيديو دي بعد ما اكلناها. دول بقى الجناحين. دول بقى انا بقى بخنس عليهم كده وباكلهم انا. بحب اكل الجناحة قوي. ده الزور بقى، الرقبة. قلبي بقى كله في بعضه كده. يلا يا شطورة انت وهي. كله تقلبي كله في بعضه كده. جوز الرجولة هم. نقلب بقى كله في بعضه، كله في بعضه. هي يا دوبك الصينية عليهم. كل الصواني اللي عندي مقاس اصغر من دوت. كده طحنا الطماطم بقى. واحط طماطم حمرا صفرا. انا ما بشيلش، اهم ان هي الاكل يطلع شكله فاسخ كده. البابريكا دي انا ما بستغناش عنها في الشقة. هنقلب بقى كله في بعضه كده من تحت لفوق. نقلب. هي مرقة الدجاج اللي انا حطاها هي بتسيح اصلا. يعني المية اللي انت بتحطيها بعد الطماطم بتدخلها الفرن، بعد كده هي المرقة بتسيح. وبعدين نحط شوية ملح صغيرين عشان المرقة اصلا بتبقى مملحة. يعني ظبطي ملحك انت بقى. كده بقى على فكرة ما بحبش طبيخ السمنة خالص. اكذب عليكم لو قلت لكم ان انا بطبخ اي طبخة بسمنة ولا ما بتخشش شقتي. انا بجيب ازازة سلايت 3 كيلو، واجيب قالب زبدة فرن، وبسيحه في قلب الزيت دوت. بيخلي ريحة الزيت تحفة. تاكلي بقى اكلك تلاقيه سايح كده. الزيت بيخلي الاكل سايح اصلا. انا ما بدخلش السمنة دي شقتي خالص. حتى لو جبت زبدة بلدي بقلبها برضك بسيحها في قلب زيت. زيت نضيف. اكل الزيت بيخلي الاكل تحفة. ممكن تجيبيه وتغمسه على طول من غير ما تسخني. بيبقى الاكل سايح مش مجرمز. السمنة بتجرمز الاكل. انا ما بحبش اكل السمنة خالص. حتى لو جبت سمنة بلدي بسيحها في زيت برضك، بس زيت نضيف. اما اليومين دول انا بجيب ازازة الزيت سلايت واسيح فيها قالب زبدة فير. ان شاء الله نبقى نسيحها نسيح ازازة كده مع بعضنا. كده بسم الله ما شاء الله بقى حطينا الزيت وحطينا الطماطم وقلبناها كله في بعضه. كده الصينية داخلة بقى، الصينية جاهزة على دخولها في الفرن. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. كانت زي العسل. كده دخلنا الصينية بقى احنا الفرن، نسيبها بقى تدي مع نفسها كده على ما نعمل شوية الرز. جبنا حلة، وانا كنت غاسلة الرز ومجهزاه، منقياه وغسلاه ونقعاه ومجهزاه. جبنا الحلة بقى وحطينا برضك فيها زيت من اللي انا مسيحة في الزبدة. انا ما بحطش سمنة خالص. انا يعني بحس ان الاكل مجرمز مش حلو، وممكن يبرد قدامي وانا باكل برضك اقرف منه. جبنا بقى الحلة وحطينا فيها شوية زيت ومن اللي انا مسيحة فيه الزبدة. هنحط بقى فيه كيس الشعرية ده نص كيلو. حطيت نصه، يعني قول ربع كيلو شعرية. انا عاملة كيلو الا ربع رز. الحلة دي واخدة كيلو الا ربع رز. دي الحلة الجرانيت اللي كانت جايلي في الاوردر اللي انا كنت قايله لكم عليه.
بسم الله ما شاء الله، يعني الحاجة حلوة. جايالي الحاجة جاية، بسم الله ما شاء الله، الحاجة حلوة. ان شاء الله المطبخ اكبره كده وانتوا معايا، واجيب كل حاجة فيه، حاجة حاجة كده. نقلب الشعرية بقى ونسيبها تتحمر. وان شاء الله غير البوتاجاز ده بردك، بس انا عايزة ايه، اخلص على نفسه الاول. كده اتحمرت بقت سفاري. انا ما بحبش الشعريه تبقى سفاري، بحبها مديها على لون ايه، بني بس مش محروق. بتبقى شكلها جميل في قلب الرز. كده بقى اللون اللي انا عاوزاه هو. على فكره هو غامق شويه في قلب الكاميرا. كده بقى انا كنت غاسله الرز و... ومصفياه، وحطاه في صينيه كده. كده حطيناه بقى نضيف اهو. نقلبها بقى كده. نقلب الشعرية في قلب الرز. ليه بقى؟ عشان الزيت بالزبدة يخش في قلبها، في كل رزاية الرز يطلع معاكي مفلفل. هنقلبه تقليبة حلوة، وبعدين نحط عليه المية السخنة. دي مية سخنة. يا دوبك نغطيه سنة بسيطة كده، يعني ما نغرقهوش مية عشان ما يعجنش منك. نيجي بقى، انا ما باكلش الرز الا بالكاري. يعني انا كنت باكله عادي كده، جربته بالكاري مرة. الكلام ده بقالي داخله على سنة. ما بعرفش اكل الرز الا بتجربوه بالكاري. تحفة تحفة تحفة. بسم الله ما شاء الله يعني. انا ما كنتش بحب اكل الرز، ولا في الشقة هنا قعدوا بياكلوه الا بالكاري. وبيخلي منظر طبق الرزة بتبقى مصفرة كده. كده حطينا ملح، ظبطي ملحك انت بقى. وحطينا ايه، معلقتين كاري صغننين خالص. كده بقى نسيبه ياخد ويدي مع بعضه كده. كده اتشرب. ساعة الرز ما بيتشرب نقوم موطيين عليه بقى، ونديله تقليبه. الحلة كانت سخنة، جبت الفوطة مسكت الحلة بالفوطة. اللهم صل على النبي، يعني طالع الرز تحفة. انا ما باكلهوش الا بالكاري دوت. بيديله ريحة تانية كده وطعم تاني خالص. ان شاء الله ازازة الزيت اللي انا كنت جايباها في مشتريات التوابل اللي كانت نازلة الفيديو اللي فات، إيه، هجيب لها قالب زبدة ونسيحه مع بعض. وممكن احط نص برضك. يعني من يوم ما الزبدة غليت والحاجة الاسعار اترفعت كده، انا بدأت اقسمه نصين. يعني ازازة الزيت بحط عليها نص قالب، بس نص كيلو. كده كشفنا عليه تاني، بس ما كانش استوى برضك. يعني دقته كده كان محصون. ما تنزليش الرز هو ايه، ني سن اسمه بنقول عليه محصون احنا. بسم الله ما شاء الله. جربوا الرز كده بالكاري وقولوا لي عجبكم ولا لا. تعالوا كلوا بقى. طعمه تحفة. يعني ممكن تغرفي طبق رز ما يكونش جنبه اي اكل، وتاكليه سخن كده. يعني من حلاوته تاكليه سخن كده، مش جنبه اي حاجة تانية، لا بطاطاية بقى ولا اي حاجة. كده كان ني سنة، غطيت عليه واديته ايه، وسبته 5 بردك كده.
سبته بتاع دقيقتين 3 لقيته بقى ايه استوى. شفتوا الرزية مفلفلة ازاي؟ انا بحب الرز المفلفل. شفتوا المفلفل بتاعي طالع قمر 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 زي ام بوسي كده. كده بقى الرز كده يبقى ايه خلص. نيجي بقى على صينية البطاطس. الفرن ده بقى بقاله عندي 17 سنة، انا ما كنتش داخلة بيه، بس ابو ادهم هو شغال اصلا في الفرن الغاز دي بيصنعها. يومها قلت له انا عايزه اعمل فرن، كنت لسه عروسه. يقول لي هتعمليه ليه؟ هتعملي بيه ايه؟ فين وفين؟ على ما اقنعته وعملته. الفرن ده متر وهو مزود لي فيه كمان. بسم الله ما شاء الله الفرن يعني بعمل فيه كل حاجه. الفرن ده اتهرى قرص، كيكه، فطير، بسبوسه، كل حاجه بعملها فيه. وتيجي تشيليه ما تقدريش تشيليه. يعني بيقول لك ايه، ادي العيش لخباز. هو عامل له فرن تقيل ومحمل من جوه. هو يا دوبك عايز يدين ويتجدد بس. شوفوا بقى صينيه البطاطس، بسم الله ما شاء الله كانت ريحتها انا مقفله الشقه اصلا عليها البيبان والشبابيك. الجو ساقعه. بخش دخلت المرايات مشبره كده من البخار اللي طالع في قلب الشقه، والشقه ريحتها تحفه منها. ادهم عمال يقول لي يا ماما يا ريحتها حلوه ليه كده، انا عايزه انط في الصينيه. يعني وهو واقف بيصورني الولا مش قادر يقاوم الريحه. انت حاطه فيها كاري؟ اقول له لا ما بحطش فيها كاري، انا ما بحطش فيها الا مرقه. على فكره المرقه اللي انا كنت جايباها في العلبه اللي بكياس الصفرة اللي هي البلاستيك دي ما عجبتنيش زي الكرتونه اللي بجيبها فيها 12 قطعه. اللي ب 12 قطعه دي احلى. بسم الله ما شاء الله. إيه كده بقى عملنا غرفنا البطاطس. شفتوا محمرة ازاي؟ والله كانت عسل. والفراخ طالعة تحميرها والسواها جميلة. والرز غرفناه وعيش ابيض. احنا هنا ما بناكلش العيش البلدي ده خالص، بنحب نجيب العيش الابيض ده. تعالوا كلهم بقى، والله الاكله دي كانت ناقصاكم. نيجي المخلل ده بقى. انا طبعا جايبه معاكم شطه في التسويقه، مشتريات السوق اللي كنا منزلينها في الفيديو اللي قبل اللي فات. الطبق ده اخر مخلل عندي في قلب الشقه، دول اخر قرنين شطه. هنخلل ان شاء الله مع بعض الشطه اللي انا كنت جايباها دي بقى. كان في بصلتين صغيرين سقطتهم فيها. ده ليمون، ده قشر ليمون. كنت باجي استعمل ليمون في حاجه اقوم غاسله القشر واقوم سقطاه في قلب المخلل. احنا ملناش في الليمون قوي زي الشطه. ان شاء الله نخلي الشطه دي مع بعضنا برضك اللي انا كنت جايباها في مشتريات السوق. ده اخر طبق عندي. يعني غسلت الجيركن بتاعه وان شاء الله نخلل مع بعض. شمروا يا جماعه يلا وخشوا معايا كلهم. والله والله أكلة كانت زي العسل. اللهم بارك. ويعني الأكل تحفة. أدهم واقف ورايا عمال يقول لي ياما أنا عايزة أنط في الصينية. ريحة الأكل كانت تحفة. شفتوا جمال البطاطس؟ طالعة صفاري زي العسل. شمين الريحة؟ يعني بسم الله ما شاء الله. إيه العيال مبسوط، يعني كانوا مبسوطين قوي من طعم الأكل. وكده يبقى فيديو النهارده
خلص. يا رب يكون عجبكم، وما تنسونيش في اللايك وشير، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد. وانتوا حبايب قلب ام بوسي، وباي باي.